بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ ماذا بكم جماعة بارطاجيو ماكسيموم سورتو الناس اللي يتبعوا منانوك. هذا الفيديو هذه غادي نكون فيها سيريو، غادي تكون توضيح وتكون واعتذار بعض الأخطاء اللي ارتكبتها في الباسي. بزاف منكم يعرف العبارة ولا سمع العبارة تاع منانوك كافر، منانوك شيعي، منانوك ماسوني، منانوك كتاب منا بزاف عبارات. العبارات اللي افتراها عليا بعض الناس بغير حق على كل حال، بصح نعذرهم على خاطرش انا في الماضي كيما على بالكم الناس اللي يعرفوني كنت مدمن، كان عندي مشكل تاع ادمان على الكحول. الحمد لله اليوم ربي يعفى على كل حال. وعلى بالكم واحد كي يكون في حالة إدمان ولا يكون ما يكونش كيما نقولوا في القدرات تاعه العقلية 100%. دونك صراو مرات وين قلت حوايج شغل كنت فاقد القدرات العقلية تاعي، ما كنتش واعي. خطرة ولا زوج مانيش عاقل، بالك فيديو ولا زوج ولا بليس ما على باليش. نستعرف غلط، نستعرف زعما نقولها مش ما نحشمش. هدرت كلام خلى الناس ياخذوه كمرجع ويقولوا منانوك شيعي مثلا. اليوم جيت ننفي هذا الشيء، وان شاء الله هذا التيمونياج، هذه الشهاده تبقى كيما نقولوا تبقى شهاده تشهد على واش قلت، في حالة ما إذا زعما ما نكونش في قيد الحياة كاش نهار أمها تبقى مسجلة، إن شاء الله تشهد عليا قدام الله وقدام العباد. أنا مسلم، أنا لست شيعيا، أنا مسلم ونؤمن في دين الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قذفوني بسوء تقدير راهم مسامحين بالنسبة لي دنيا وآخرة، واللي قذفوني عن كره وسوء نية وكيما نقولوا ما على باليش حزن ولا غيرة ولا أنا شا نقول، ما عندي غير حاجة نقولها وكيلهم ربي. وإلا ظلموني وغلطوا معايا نطلب من الله إن شاء الله يغفر لهم ويسمح لهم، زعما ما عنديش أنا مشكل، باسكو الغلطة تصرا كاع نغلطوا. هادشي هذا يا جماعة سنوات أثر عليا، ضرني بزاف، عرقل لي بزاف الأمور. على خاطر هذا القذف هذا اللي راه متبعني عندها سنوات الآن، اثر لي على حياتي. وصل خطرات وصلت حتى كان فيه اعتداء جسدي عليا. دونك خواسي باش تفهموا لا سيتواسيون ماهيش حاجه سهله. للاسف الواحد ما يشوف الجانب الايجابي تاع خوه. بمجرد انك تغلط الناس قاعد تولي تشوفك الشيطان. علاش واحد ما يقول هذه انا شغل يفهم الحير؟ علاش جامي واحد ما يقول منانوك بارك الله فيه دخل بزاف القور للإسلام
صح نعطيكم مثال. بون 3 زوجات تاوعي، وزيد 3 ولادي، وزوج صحابي، وخو مرتي الاولى فلورونس لا فرونساز، خوها كريستوف، وكاين اللي مازال راهم خليت ناس زعما خليتهم مازال زعما يدرسوا في الاسلام. هي انا كنت سبب برك، الله هو اللي يهدي على كل حال. انا جو مي دوموند دي فوا علاش الناس ما يهضروش على هذا الكوتي، علاش دائما نشوفوا غير الجانب السلبي في بعضنا. واذا انسان غلط نحكموا عليه بالاعدام، افي صاي كي شغل يبقى شغل مجرم زعما مام ما يعاودش هذوك الغلطات. هذا الانسان يقدر يكون الانسان اللي يغلط يقدر يكون عنده شأن اعظم ودرجه ارفع عند الله سبحانه، والغيب عند الله وحده تبارك وتعالى، غير ربي اللي يعرف. ما تقدرش بنادم ما يقدرش يعرف، ما يقدرش يحكم. دروك المهم دروك راني باغي نقدم اعتذار زعما من صميم القلب. كما قلت لكم ان شاء الله يبقى شهاده، خاصه بخصوص موضوع بعض علماء ومشايخ الاسلام، وعلى راسهم الشيخ ابن تيميه رحمه الله. ما كنتش زعما نعترف، انا كنت نعرف غير حاجه، كنت نعرف حاجه على هذا الشيخ هذا رحمه الله، كنت نعرف عليه غير حاجه، وانا حكمت عليه شغل قلت رايي عليه بازون على حاجه ديجا هذيك اللي كانت على بالي انا ما كنتش فاهمها. راك فاهم؟ ما انا درت غلطه، انا ثاني حكمت على واحد ما حكمت عليه غير بجانب واحد. كيما الناس راهم يحكموا عليا غير بجانب واحد، غير بنقطه واحده صرات لي في حياتي. كاين اللي ما راش فاهم كاع. دونك اعتذر واعتذر لما صدر مني في حق سماحة الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ورحم كل المسلمين. وش بغيت نزيد؟ نعتذر على هذه باسكو انا في الحقيقه كما اللي يعرفني مليح انا بنادم نستعمل العقل بزاف، نستعمل عقلي في كلش. وبعد ما قمت ببحث مطول سقسيت على كل حال. كاين بعض الاخوه ملتزمين بصفه خاصه وجهوني، نشكرهم بارك الله فيهم على كل حال، فهموني سيرتان شوز ما كانش على بالي بهم على كل حال. و البحث كما قلت لكم اقتنعت باللي الحاجة المهمة اللي اقتنعت بها هي الدين يؤخذ بالنقل عن العلماء وليس بالنقل. علاش؟ باسكو حنايا الانسان مهما نقولوا يجتهد، مهما يقرا، مهما يبحث في الدين، ما يقدرش يوصل للمرتبه تاع هاد الناس، هاد الشيوخ هادو اللي فناو حياتهم باش يعرفوا الدين وباش يفهموا الدين ويوصلوه لدي جينيراسيون اللي جاو موراهم. دونك هذه حاجه نورمالمون كيما نقولوا حنايا لا جدال لا نقاش فيها. الدين حنايا كمسلمين النقل يسبق العقل. علاش؟ باسكو العلماء هذوك ما تقدرش تشكك في حياتهم وفي النية تاعهم كيما نقولوا حنايا في الانتيغريتي تاعهم اون طونك مسلمين. دونك هذه بغيت نوضحها، وان شاء الله تبقى شاهدة على واش قلت هذا الفيديو.
واش كنت رايح نزيد تاني؟ هذه هي الدين. ماشي أي واحد يقدر يجي ويدير ويحكم. هذا دين ليس بالأمر الهين كما نقولوا. ومن هذا المنطلق وعن قناعة تامة ديسيديت أبري تخمام زعما سيريو، ديسيديت باش نتوب كاع على الشيء، أتوب على كل ما صدر مني من أخطاء في الماضي، نطلب ربي يغفر لي ويعلمني ويهديني ويهدينا كاع ويغفر لنا كاع. واش نزيد تاني؟ صدر نتمنى باش هذا الكلام هذا اللي مؤخرا تداولوه الناس، بعض الناس في تعليقات ولا في منشورات، والله غفور رحيم على كل حال وشديد العقاب على بالي. وانايا راني باغي نتمني باش نتمني الغفران، المغفرة. مانيش باغي عقاب الله وغضبه. الله يبعدنا على هذا الشيء. هذا ما كان زعما بغيت نقول باللي عندي كومام عندي الحق باش نتوب. غلطت، راني باغي نتوب. والإنسان التائب نورمالمون كما يقولون الإنسان التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. وإن شاء الله ربي يخليني في هذا الفهم هذا اللي وصلت له، وإن شاء الله ربي يجيب الخير. هذا ما كان. ومع الوقت إن شاء الله الأمور تتحسن، وربي يفرج على كل واحد، وربي يهدي كل واحد. وأخيرا بغيت نقول لكم ما رانيش منانوك تاع بكري كيما بعض الناس مازالها الظن. راني نكبر على بالكم، ولكل مقام مقال. واحد كي يكبر يسي باش يكون كبير أو ما يكون كبير على الأقل. وفي هذا الوقت الحاضر هذا عندي هدف واحد في الدنيا، هو إعادة لم شمل عائلتي إن شاء الله من جديد، اللي ما شفتهاش منذ تقريبا 5 سنوات، من 2016 راني نحارب عليها العائلة هذه باش نلم الشمل تاعها. الحمد لله على كل حال اللي قدرت نخرج من دائرة الإدمان، وراني نحاول ندير خطوات للأمام إن شاء الله في حدود واش نقدر ندير على كل حال حتى يفرج ربي. ونطلب منكم يا جماعة ما تحكموش على الناس من الأخطاء تاعهم ولا من الحوايج اللي ما يعجبوكمش فيهم، على خاطرش ربي سبحانه هو أدرى بما تخفيه الصدور وما تخفيه القلوب. اليوم للأسف نشوفوا بزاف الناس يتقلقوا في الحكم على بعضهم، ويشوفوا اون ديغي كو يركزوا غير على الكوتي نيجاتيف، ويحكموا عليك. صدير بالنسبة لهم اللي غلط في الماضي لازم يكمل يعيش حياته قاع ضنكا. الحمد لله على كل حال، ربي سبحانه هو اللي حاسب ويعلم بما تخفيه الأبدان، وهو رب العالمين وهو الغفور الرحيم. ورحمة ربي وسعت كل شيء، وإن شاء الله ربي يغفر لنا كاع
يهدينا كاع. آخر رسالة بغيت نوصلها في هذا الفيديو هي من فضلكم حاولوا ما تحكموش على بعضكم. الإنسان اللي يحكم عليه المجتمع أنه شخص سيء غادي يفقد كل الأمل ويصبح أكثر سوء. ياك حنا بشر كاع نغلطوا، وخير الخطائين التوابون. على الأقل نحاولوا نجبدوا الجانب الإيجابي والمنير في كل إنسان مخطئ باش نعطوه أمل جديد في العيش وإرادة أكثر في التحسن. ما تنسوش أنه ليس من العدل لا الديني ولا الإنساني باش تقطعوا رزق الله على إنسان. رزق ولادي عالي زي طه اللي راهم تقريبا تقدر تقول راهم شبه يتامى، لا أم لا أب تما معاهم. الناس اللي يعرفوني على بالهم بلي بناتي ما راهمش عايشين مع امهم باسكو داتهم الدولة تعطيهم اليتامى، راهم عايشين مع براوية. في وجه هذوك اليتامى حرام، باسكو أنا أي حاجة غادي نربحها في حياتي، أي حاجة نملكها تاعهم هذيك، هذا ما عندي نقدم لهم. أنا مانيش عايش روحي والله. الهدف تاعي الوحيد اللي قلت لكم نلم أهلي، نكون مع أهلي ومرتي وولادي. هذا ما كان قلت كل شيء وقيل. الله المستعان كما نقول لك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المتجابين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.